السلام عليكم، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم حلوة الصابلي اللي ما نقدرش نبدلها هاد الوصفة، لأنه أنجح وصفة وجبتها من عند حلوجية تخدم حلوى بالطبع، وزيد اللي ذوقوا الصابلي تاعي كامل يعجبهم. سي بور سا ما زلت معاه وكنت بارطاجيتها معكم من قبل، وراح نزيد نبارطاجيها باش توجدوها للناس اللي يجوا يهنوكم في ولادكم اللي جابوا البيام ولا الباك، ولا حتى تدوها تهنوا بها للناس اللي جابوا البيام ولا الباك، ولا هكذا تخرجوها معاكم ولا ديروها القهوة. المهم جربوها وردوا لي الخبر. في الوصفة تاعنا نحتاج 250 غرام مارغرين، طبعا تكون بدرجة حرارة الغرفة. وهاد الكمية تاع المارغرين راح دير لنا من 20 حتى ل 25 حبة، يعني على حساب الكبر. أنا درت كبر متوسط، وما نكذبش عليكم دايما ندير نفس الكمية تاع المارغرين. مرات تخرج لي 20 حبة، 21 مرات، تلحق حتى ل 25. كيفاش ما على باليش. وباش نكونوا متفاهمين، أنا هنا في الفيديو كنت ضاعفت الكمية، يعني درت 500 غرام مارغرين، يعني رايحة تخرج لي الدوبل اللي هدرت لكم عليه. المهم هنا بعد ما كنت درت السكر وغربلته، لازم نغربلوه مع حبة تاع بيض وصفار بيضة. نزيدو عليهم 2 مغارف كبار تاع نشا، يعني مايزينا، ملعقة صغيرة تاع لافاني، تقدروا ديروا بودغ ولا هذيك تاع لي ساشي ولا ليكيد اللي حبيتوها. ومن بعد نجيبوا الباتور، وهكذا ندخلوا هذاك السكر في الزبدة والبيض باش ما يبقاش يطير كي نبداو نضربوا فيه. نشعلوا الباتور تاعنا ونبقاو نطلعوا بهذاك الخليط حتى يتبدل لنا اللون تاعو، يولي كلاغ، يعني تقريبا يولي بيض. هكذا كما راكم تشوفوا فيه نحبسو ونكملو بالباتور. ومن بعد نجيبو الفرينة تاعنا اللي كنا غربلناها من قبل، نزيد لها ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. طبعا هنا ما نكثروش الخمارة، باسكو لو كان نكثرو راح يخسر لنا الشكل تاعو. ولو كان تبعوا كامل لي زيتاب اللي عطيتهم لكم رايح ينجح لكم 100% وما يخسر لكمش الشكل. بالنسبة للفرينة نبقاو نضيفو غير بالعقل بالعقل حتى نلحقو للقوام اللي رانا محتاجينه. وكامل نعرفوا القوام اللي لازم يكون تاع الصابلي ولا تاع عجينة الصابلي، هو تكون العجينة تاعنا طرية وماشي ناشفة. بالنسبة للفرينة كما قلت لكم نضيفوه غير بالعقل ونلموه غير بالأصابع، يعني ما تعجنوش العجينة تاعكم. هنا في هذه المرحلة من الأحسن أنكم تخلوا العجينة ترتاح، تغطوها وديروها في الثلاجة مدة نصف ساعة على الأقل، ولا تخلوها تبات من الأحسن. هكذا ماهيش رايحة تتحرك كامل. إذا كنتم مقلقين فيها ولا تقدروا طيبوها عادي وما تتحركش، يعني يبقى الشكل تاعها كيما راه. كيما شفتوا أنا خدمته ديريكتومون ما خليتوش يريح، كي يكون عندي الوقت نخليها ترتاح ونخدمها غدوة من ذاك. ليسونسيال هنا فتحتها على بابي كويسون ولا تفتحوها على ساشي، المهم انكم تفتحوها على حاجة باش هكذا ما تبقاوش تضيفوه في الفرينة وتبدا العجينة تاعكم تشقق وما تخرجلكمش شابة. راكم شفتوا السمك تاع الحبة اللي درتوه، وهنا كنت طبعت الحبات كامل درتهم في سنيوة اللي كان عليها بافي كويسون، تقدروا تدهنوها بالزيت ولا بالزبدة وترشوها بالفرينة، ودرتو في فرن اللي يكون مسخن مليح، هو ما يديناش بزاف طياب. انا نبغيه يكون هكذا محمر وكل واحد كيفاش يبغيه. بعد ما برد راح نلصقو، جبت المعجون، جبت جوز الهند يعني نوع كوكو وكاوكاو إيفيلي اللي كنت حمرته. بالنسبة اللي زينته بالكاوكاو إيفيلي درت طلية خفيفة بالبانسو تاع معجون، ومن بعد حطيته في هذاك الكاوكاو باش يلصق. وإذا كان هكذا فراغات ولا نقدروا نحطوهم بيدينا، يعني نعمروه بيدينا. كيما هنا كانت واحد الجهة ما كنتش درت لها مليح المعجون، زدت لها المعجون غير بالبانسو ولصقتها ولصقت هذاك الكاوكاو إيفيلي فيها. كيما هنا هذيك الجهة ما كانش حكم على المعجون مليح، سي بوغ سا زدت لها غير هكذا شوية بالبانسو ودرت الكاوكاو إيفيلي. ومن بعد حطيتها على هذيك الطبقة التحتانية اللي كنت ديجا درت لها معجون، ونديرو المعجون تاعنا في الوسط. والشكل الزوج اللي راح نديرو بنوار كوكو كنت لصقت حبة فوق حبة، ما درتش المعجون في الوسط هكذا باش كي نديرو المعجون تاعنا بالبانسو في لي كوتي ما ينزلش على على الحبة تاع الصابلي. كما راكم تشوفوا هكذا غير بالبانسو نديرو المعجون، ونجيب نواه كوكو هكذا يبدا يلصق فيه، يكون عندنا الشكل بزاف شباب، يعني سامبل وشباب. ومن بعد نديرو المعجون تاعنا في الوسط.
طبعًا هذه دايمًا المعجون في الوسط نخلوها كمرحلة تالية. وهذه هي النتيجة النهائية تاع الصابلي تاعنا، إن شاء الله تكون عجبتكم ومتأكدة بلي تعجبكم. جربوها وما تنساوش تقولوا لي رايكم في لي كومنتير.